السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ نبتدي الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفتنا النهاردة بسيطة ولذيذة وموفرة ومش مكلفة، بحاجات من البيت. زي ما قلت لكم، انا وصفاتي كلها اقتصادية، ما فيهاش حاجة مكلفة، ما فيهاش حاجة زيادة عن اللزوم، حاجات من الموجودة في البيت. وحتى لو مش موجودة في البيت ولو اشتريتيها مش هتكلفك كتير. النهاردة هنعمل قرص الأفران بالسمسم، والحشو ده حسب الرغبة اللي انت عايزاه. برضو هتحشي باللي موجود عندك في البيت. قرص جميلة وخفيفة وهشة وطرية، بصوا، من غير لا سمنة ولا لبن. هنخش مع بعض على الوصفات بتاعتنا، على الوصفة بتاعتنا والمقادير بتاعتنا، ونبتدي نشتغل. عملنا منها بالسمسم، وعملنا منها سادة للي عايز ياكل بسندوتش جبنة، او اللي عايز ياكل كده كوباية شاي بلبن وقرصاية. عملنا لده وعملنا لده. هنسمي الله ونبتدي. احنا معانا المقادير بتاعتنا عبارة عن كيلو دقيق. عايزة تعمليها بنص مفيش مشاكل. كيلو دقيق، معانا معلقتين خميرة كبار، معانا معلقتين سكر، معانا 3 معالق لبن بودر، ممكن تستغني عنه، ومعانا نص كوباية زيت، ونص معلقة ملح صغيرة. يبقى المقادير عبارة عن كيلو دقيق، معلقتين خميرة كبار، 3 معالق لبن بودر، نص معلقة ملح، معلقتين سكر. هنقلب المواد الجافة كلها مع بعضيها، وبعد كده نبتدي نحط المواد السائلة بتاعتنا. كده احنا دمجناهم كلهم مع بعض. هنبتدي نلفهم الاول كده بالميه الدافيه او بميه من الحنفيه، مفيش مشاكل. انا قلت لكم انا حطيت ميه دافيه عشان انا كنت مستعجله عليهم. عايزه بميه من الحنفيه عادي، ده هينفع وده هينفع. بصوا، وصفاتنا بسيطه وسهله، مش مكلفه، مش تقيله، مش غاليه. حاجات من الموجوده في البيت. حتى لو مش موجوده في البيت هتشتريها برضو مش هتبقى مكلفاكي كتير. احنا لميناها الاول كده بالميه، حطينا المواد الجافه ولميناها بالميه، وبعد كده لما العجينه تبتدي تطرى معانا هنبتدي نحط الاضافات السائله بتاعتنا. احنا معانا معلقتين خل كبار، هنحطهم على نص كوبايه الزيت. معلقتين الخل الكبار هنحطهم على نص كوبايه الزيت، ونبتدي نلم العجينه بالزيت بتاعنا. الخطوه دي جميله وخلت القرصه معانا في منتهى الجمال، هشه وخفيفه زي قرص الافران بالظبط، اكنك عاملاها في فرن آلي. واحده واحده كده نبتدي تلم العجينه، بس مش اكتر على كيلو الدقيق، مش اكتر من نص كوبايه زيت. كده احنا لمينا العجينه بتاعتنا ودهنا وشها. هنركنها، ما كملتش والله العظيم، يعني ما كملتش والله ربع ساعه. وما شاء الله زي ما قلت لكم انا حاطه معلقتين خميره، مزوده الخميره شويه وعاملاها بميه دافيه سنه عشان ترفع معايا على طول. هنبتدي نشتغل فيها كده. انا رشيت على وشها نقطه دقيق كده عشان ما تلزقش معايا. انا مش عايزه احط عليها زيت تاني او اقرصها على زيت، انا عايزاها كده هي عشان هي طريه، فعشان ما تلفش في ايديكي او ما تبقاش لازقه وتضايقك وانتي بتقرصيها، عشان للمبتدئين يعني. وتعمليها في حدود يعني 70 جرام كده ولا حاجه. تبقى القطع كلها شبه بعضيها علشان في السوا ما تتبكيش، ما تبقاش واحده استوت واحده لا. دلوقتي هنيجي لمرحله الحشو. انا حطيت معلقه جوز الهند على معلقه قرفه على معلقتين سكر. الحشو ده حسب الرغبه. ومعانا مقدار من السمسم، ومعانا مقدار من العسل. العسل هنزوده شويه ميه. بصوا، هنزود معلقتين او 3 معالق عسل، وهنزودهم معلقتين ميه او معلقه ميه حسب ما الكثافه ما تخف معاكي سنه، يعني مش هتخففيها خالص. ونبتدي نشتغل مع بعضينا. يبقى معلقتين سمسم. الحشو ده حسب الرغبه زي ما قلت لكم، مش عايز تحشيها ملبن، عايز تحشيها عجوه. انا حشيتها بقرفه وجوز الهند وسكر. هنبتدي نشتغل. ديت الكميه بتاعتنا اللي احنا قطعناها. هنبتدي نشتغل من اول حاجه احنا قرصناها.
بنفرد القرصه كده ونبتدي نحط فيها الحشو بتاعنا. ونبتدي نلمها كده واحده واحده ونقفلها حاجه بسيطه، ونبتدي نعصها في العسل اللي احنا خفيناه، وبعد كده نيجي نغطي وشها بالسمسم. فكره جميله وخفيفه وكانت طعمها زي السكر. بصوا بقى، بصوا الجمال. هنعمل مع بعض كام واحده وبعد كده نقفل الكاميرا ونرجع نكمل تاني مع بعضينا. بصوا بتخلي في فرق بين القرصه والقرصه كده لان بترتفع تاني. وانتي قاعده كده زي ما قلت لك كده بقى، يعني لو بنص كيلو دقيق هتعملي كميه حلوه. يعني انا عملت معايا اكتر من 30 قرصه والله العظيم. اتعشينا وفطرنا منهم تاني يوم. من كيلو دقيق انتي بقى لو تطلعي تشتريها من بره القرصايه بقد كده دلوقتي ب6 جنيه الواحده الصغيره دي. على فكرة ممكن تستغني عن العسل لو ما عندكيش، لو معلقتين لبن وعليهم معلقة نسكافيه او قهوة سريعة الذوبان ونطرة فانيليا برضو هتعمل معاكي الوش دوت. دي كده احنا خلصنا. انا هنعمل معاكم بس الصينية دي وبعد كده احنا هنكمل. انا بوريكم عينة من اللي انا عملتها. هندخلها الفرن ونرجع نكمل تاني. كده احنا خلصنا الكمية بتاعتنا كلها دي ودي، وفي تاني بقى في الفرن بس احنا قلنا نصور ونخلص الاول تصوير وبعد كده نرجع نكمل. بصوا الجمال، بصوا وشها والجمال. ده العسل ده على فكرة اللي لونه غامق ده العسل الاسمر، يعني انت ممكن تستغني لو انت مش عايزة الوش الغامق ده. بس انا زي ما قلت لكم عملت معاكم القرايش. انا بحب الحاجة المحمرة او المحمصة شوية، يعني عيالي بيحبوا الحاجة اللي هي لونها ايه مغمقة او بني كده. انت عايزة تخففي اللون شوية دي ترجع لك انت في التسوية او في تحمير الحاجة. بصوا الجمال والطراوة بقى، ولا سمنة ولا لبن. بس اهم حاجة تعجني العجينة بتاعتك كويس وتخدميها كويس في العجين. عملنا جزء بالسمسم والحشوه دي زي ما انت عايزه زي ما قلت لكم، وعملنا جزء ساده كده. انا بحب عامه الساده ديت بالجبنه، بتبقى تحفه وبتبقى طعمها زي العسل مع كوبايه شاي بلبن. كلي بقى واتعشي ولا افطري. ولو جربتوا الوصفه حبايبي قولوا لي في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك كومنت حلو وشير وفعلوا زر الجرس عشان ينزل لكم كل جديد، واللي مش مشترك معانا في القناه يشترك. كل سنه وانتم طيبين.